يا شباب انا سمعت انكم خاطبين. من قال لك؟ ايوه من قال لي عمكم اللي خاطبين عنده، احنا كنا عنده وتدري ايش قال لي؟ ايش قال لك؟ قال لي بس يا اخي ما قدروش يجمعوا المهر. كيف ما قدرتوش تجمعوا؟ يعني هو طلب الله كسوة بس. لا انا جمعت. انت جمعت؟ ايوه. كم جمعت؟ 40,000. كم؟ 40,000. ما شاء الله تبارك الله. وينها؟ كان انا شوية مرات ثياب فاني عالجناهم. ها يقول لكم هو جمع 40,000 بس وقع مرض وعالج البيت. ما شاء الله. اهم شيء انك اشتغلت. اهم. ايوه بعدين وانت ما جمعتش؟ انا جمعت 25,000. 25,000. ايوه. ما شاء الله حلوه ال 25 عادها معاك. لا والله. فين راحت؟ قضيتها مصاريف البيت. ها يعني انت يعني هذا جمع وقع مرض فعالج البيت، وهذا جمع وقضابها مصاريف. ما شاء الله تبارك الله. اهم شيء انتم شغالين معتمدين على انفسكم وهذه اكبر نعمه. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا عم. احنا نصور برنامج مسابقه تحديات وعملنا تحدي مع الاخوه هؤلاء، تمام؟ طيب التحدي هو انه بسال عنهم هل هؤلاء بيصلوا معك في المسجد ولا لا؟ يصلوا ما شاء الله، يصلوا مع الفجر. يصلوا اليوم يوم الفجر يصلوا معي. صلاه الفجر صلاة الفجر اليوم اليوم امانه في ذمتك. في رقبتي هذا. الله المستعان. الله يسعدك. الله المستعان. يعني اليوم صلوا الفجر. نعم. ما شاء الله تبارك الله. الاثنين ولا واحد؟ الاثنين. 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 المشكله يا شباب انه انا خسرت التحدي وانتم فزتوا. الصلاة مش تحدي، الصلاة واجب على كل مسلم. يقول لكم الصلاه ما هيش تحدي، الصلاه واجبه على كل مسلم. طبعا نستاذنك يا عم، احنا بنطلع ان شاء الله، بكمل برا ان شاء الله. اي خدمات اي اوامر لك. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم. الان انا خسرت التحدي وانتم فزتوا، بس في مشكله بسيطه. المشكله هذه ان الذي بايشيل الجائزه واحد منكم بس، يا انت يا اخوك، اختار. خلاص ما دام في الواحد الخي الكبير احسن. لا اخوك الكبير. ايوه. يقول لكم لو هي الواحد اخوه الكبير او لا، وانت ما رايك؟ يشيلها هو علشان هو ترك المدرسة حقه وراح يساعدنا في الشغل، يشيلها له. يشيلها هو عشان ترك المدرسه. هذا بيقول يشيلها لانه اخوه الكبير، وهذا بيقول لا يشيل الجائزه هذا لانه ترك المدرسه وفضل انه يساعدها في العمل على مصاريف البيت. طيب صلوا على رسول الله. باختصار الجائزه بتكون تحمل تكاليف الزواج لكم الاثنين. ما رايكم؟ يا اخي ما تكونش جائزة كذا. ما تكونش جائزه كذا؟ بس والله العظيم انه الجائزه هذه ما كذبت انا فيها، ان الجائزه باذن الله ستكون ايش؟ تحمل تكاليف الزواج. اللي يستطيع عمكم حول الزواج وموضوع الزواج احنا مستعدين. جزاك الله خير. الله يسعدكم. وانتم والله انكم شباب مناضلين ويعني مكافحين. اعتقد الان الاباء اللي بيشوفوا هذه الحلقه بيتمنوا ان ابنائهم يكونوا مثل هؤلاء الابطال. والله ما اقول لكم الا كل خير ان شاء الله.